هاني اختي ما تقوليش نسيتك، انا جبت لك اختي الطريقه ديال الحلوه اللي طلبتوها مني، حلوه راس العام البنات. غادي نشارك معكم اختي من الاول حتى الاخر ان شاء الله باذن الله. نتمنى لا فيديو البنات يعجبكم، ولا عجبكم اختي ما تنسينيش بواحد اللايك. ونرحب اختي بالبنات اللي دخلوا الديجات، مرحبا بكم 100 الف مرحبا. واللي باقي ما اشتركتش اختي في القناه اشتركي اختي، مرحبا بك. من طبيعه الحال الا عجبتك القناه دخلي ديري دورة واشتركي، مرحبا بك. ونبدا اختي بصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المهم البنات لا فيديو زوين الصراحه، غادي تستافدوا منه. وهانتوما معايا اختي اللي درتها في هذا النهار غادي نشاركها معكم. المهم البنات اول بحاجه اختي غادي نبداو بها على بركه الله. غادي نبداو اختي بلا جينواز. بالنسبه لا جينواز البنات غادي ندير انايا هنا جوج هنايا، يعني غادي نضرب المقادير. نتوما اختي ديروا 5 البيضات، والبيض ضروري اختي غسلوه من قبل، راكم عارفين ضروري خصني تغسل البيض. المهم عندي تمايا 10 البيضات، انا نتوما ديروا 5. انا باش نقول لكم راني مضوبله المقادير. نتوما اختي غادي نعطيكم مقادير ديال وحده صافي. غادي ديري اختي 5 ديال البيضات، من بعد اختي غادي ديري 5 د المعالق ديال السكر سنيده. انا كندير اختي غير 4، يعني كنقص معلقه ما كنديرش 5، حيت بحال قلتي قد البيض قد السكر سنيده قد الدقيق اولا الدقيق، فهمتوا البنات. كانوا عندك 5 د البيضات غادي ديري 5 د المعالق ديال السكر سنيده و5 د المعالق ديال الدقيق. كانوا عندك 10 ديري 10، كانوا فهمتي قد البيض اختي قد السكر قد الدقيق باش ما تلفيش. المهم انا تمايا درت 10 د البيضات ودرت 8 د المعالق ديال السكر سنيده. هنا درت 2 فانيات، نتوما ديروا وحده فانيه وحده صافي. غادي ندير اختي كلشي في العجانه حتى غادي يطرب ونرجع معكم. المهم اختي من بعد ما طربت لي ضروري البنات الخليط ديال لاجينواز يكون بحال هكا، يكون بحال درتو فيه الدقيقه البنات، كيتقال وكيبيض الخليط صافي. بنفس الطريقه كما قلت لكم غادي ندير اختي 10 المعالق ديال الدقيق، نتوما غادي ديروا 5. المهم راكم فهمتوني تبارك الله، كلكم عارفين طريقه لاجينواز، غير نشارك معكم طريقتي. وما ديريش اختي دوك 5 المعالق دقه واحده، لا، الا كان عندكم بحال هكا غير 5 البيضات غادي تبقاي ديري اختي معلقه بمعلقه صافي. معلقه غربليها وطلعي اختي من التحت للفوق باش ما يهبطش لك الخليط. الا هبط لك هذا الخليط هذا ما غاتجيكش لاجينواز ناجحه وزوينه. ضروري اختي بهذه الطريقه من التحت للفوق من التحت للفوق حتى كيدخل داك الدقيق، وزيدي عاوتاني معلقه اخرين. المهم اختي غادي نستمر على الطريقه حتى غنكمل كاع الكميه ديال الدقيق اللي عندي. راه ساهل البنات، المهم باش نزرب لكم لا فيديو باش تشوفوا اختي المراحل كاملين. الصراحه راه من البارح، المهم كانت عندي الخدمه من البارح البنات. هاد لاجينواز اللي وريتكم دابا راه غير صورتها معكم، اما اللي بغيت نخدم بها دروك راني مطيبه اختي ليله قبل. وانا بالنسبه لاجينواز البنات ضروري اختي كنبيتها ليله كامله باش كتجيك لاجينواز ناجحه وزوينه وكتجيك ناشفه البنات وكتخدمي بها اختي بكل سهوله. اما الا طيبتيها ديك الساعات ودغيا خدمتي بها كتفرتش وكتكون ما كاينش كيف، ما كتكونش ناشفه، فهمتوا كيفاش. لاجينواز مني كتبات كتعطيك الطوع وكتكون ناشفه وتجيكم الشكل ديالها، المهم تجيكم زوينه وصافي. انا اختي ديما لاجينواز كنديرها نهار قبل. انا هذه اللي بغيت نصور معكم دابا راني طيبتها اختي من البارح، هذه غير غنصورها ندخلها للفران باش نكمل معكم لا فيديو باش ما يجيكمش اختي نبقى نتسنى، فهمتوا كيفاش. المهم اختي من بعد ما دخلت داك الدقيق كامل هنايا قسمتها على جوج كما شفتوا. وضروري اختي فرشوا ورق الزبده، ضروري تفرش اختي ورق الزبده. بالنسبه للحشوه اللي غادي ندير فيها لداخل عندي هنا الفيوتين البنات الا كان برد دوزو شويه في الفران باش يجي مقرمش. عندي هنا اللوز اللي محمر ومهرمش، وعندي اختي الكركاع حتى هو اللي محمر. ها هو البنات هنا عندي الكركاع اللي محمر حتى هو، اللوز محمر والفيوتين صافي. دابا غادي نجيب البنات الشكلاط. المهم البنات هنا عندي الشكلاط كحل اللي ذوبته، ها هو البنات. غادي نكب فيها هاد الحشوه البنات كامله هكذا. المهم بعد ما غنخلطها غادي نسرحها هنا على باكي كويسون، فهمتوا البنات، باش ديك الساعه نفتتها.
انا من بعد ما خلط داك اللوز والكركاع والفيوتينا البنات غادي نسرحو هنايا. صافي اختي، من بعد ما قصاح داك اللوز مع الكركاع مع داك الفيوتين، هزيتو اختي وهرسو على هذا الشكل هذا. ضروري البنات هرسوه. علاش البنات درت فيه الشوكولاط اختي؟ الدور ديال الشوكولاط كيخلي لك ديك التقرميشه لداخل، بحال كنتي كتغلف الشوكولاط كيغلف لك داك الكاوكاو، داك الكركاع واللوز وهذا والفيوتين، كيبقاو عاطين تقرميشه في الكيكه ديالتك اولا في حلوه لاكريم. فهمتوا البنات؟ اما الا درتي اختي غير هكاك فوق الكريمه، غير كتبات الكيكه اولا سميتها الكريمه، كيصبحوا منديين وكيبقى تيرطابوا، ما تيتبقاش فيهم ديك التقرميشه. فهمتوا البنات؟ هذا هو الدور اختي ديال الشوكولاط ملي كديريه مع الفيوتين اولا مع اللوز اولا مع كاوكاو ام اي حاجه بغيتيها تبقى مقرمشه لمده طويله وسط من لاكريم، غلفيها اختي بالشوكولاط صافي. قاديت كريم باتيسير كما شفتوا ديال الشوكولاط. كريم باتيسير كلشي تبارك الله كيعرف يديرها. المهم اختي كديري نص طرود الحليب، كديري 4 المعالق ديال كريم باتيسير ديال الشوكولاط اولا اي كريمه بغيتي. كديري 3 المعالق ديال السكر سنيده صافي اختي، وكديري فوق البوطه حتى تيعقد وكتخدمي به. المهم ما عليناش. وجدت الكراميل كما شفتوا. الكراميل راه فايته مشاركه معكم اختي في القناه. صافي اختي خديته لاله البيته ليله كامله في الثلاجه، طلعتها كما شفتوا، وزدت مع اختي ديك كريم باتيسير ديال الشوكولاط، كتعطي واحد المذاق خطير البنات. صافي فهمتوا؟ درت هذا هولاله كامله البنات، اطرد هولاله طلعتها، زدت مع ديك كريم باتيسير اللي قلت لكم، وغادي نطرب اختي غير تيتخلط، ما تطربوش بزاف باش ما تهبطش لكم الكريمه، غير شويه صافي. وغادي نكمل غير بالسباتولا. لاجينواز اللي قلت لكم البنات هذه راه خدمتها اختي ليله قبل. ها انت اختي غادي تشوفيني كنلعب بها كيف ما بغيت، ما كتفرتت ما كتهرس ما كتقطع ما والو. الا كانت اختي باقا سخونه كتقطع وكتبدا تفرتت، ما كتجي زوينه وما كتجيكش ديك مدكوكه وزوينه. فهمتوا كيفاش؟ ما عرفتش كيفاش نشرحها لكم. ها انت اختي شفتوا راه كتلعبي بها اختي كما بغيتي، شتيها ناشفه وكتعطيك الطعم. صافي دابا غادي نقسمها اختي على جوج. راه ساهله البنات، راه ما صعيباش اختي، غير شويه ديال العزيمه وصافي راه غادي تصاوبيها ان شاء الله باذن الله. يعني راه ماشي صعيبه. صافي دابا غادي نجيب اختي الموس ديك ديال المنشار باش كنخدم، غادي نقطعها على جوج. صافي اختي من بعد ما تقسمات غادي نهزها كما قلت لكم بكل سهوله، راه ما تخافي منها ما والو. شفتوا؟ صافي دابا غادي ندير السيركل. من بعد ما درت السيركل البنات، هنا في هذه القرعه عندي اختي غير الماء والسكر سنيده اللي كنديرهم يذوبوا، وكندير معاهم نكهه الكراميل. نتوما اختي على حسب شنو درتوها بالشكلاط دير اختي درتوها بالشكلاط والكراميل، ني ديري كراميل ولا شكلاط. درتي اختي بالحامض ديري نكهه الحامض، ديري نكهه الليمون. المهم النكهه اللي بغيتي كديريه مع الماء، ما بغيتيش ديري غير الماء والسكر. فهمتوا؟ صافي اختي كناخذ الكريمه كما شفتوا، كناخذ معلقه باش كنخدم عادي البنات. والكريمه اختي راه كتجي عاقده وكتجي فنه الصراحه في المذاق، تتجي واعره. بالنسبه للبنات اللي بغاو اقتصاديه، يعني ما بغاو فيها لا لوز لا فيوتي لا كركاع لا كراميل، ممكن اختي ديرها غير بحال هكا، غير الكريمه وديري الطبقه الاخرى ديال لاجينواز وديري عاوتاني فوق منها الكريمه وغادي تفينيها عادي. وهي الكيكه اختي عندك موجوده، ماشي ضروري اختي ديري داكشي اللي درت انا غير الكليان اللي عندي بغاو هادشي، داكشي علاش اختي خدمت عليهم بهذه الطريقه. هنا اختي غادي ناخذ داك اللوز اللي وجدت معكم، عرفتي الصراحه كيعطيها المذاق واعر وكيعطي واحد القرميشه واعره. ولكن اختي الا ما كانش موجود ممكن اختي ديري غير كاوكاو، كاوكاو يكون محمر ومهرمش وديري ليه هكا اختي الا ما عندكش اللوز وهذا والفيوتين. صافي اختي هنا وغادي ندير صوص كراميل. بالنسبه لصوص كراميل البنات راني فايته اختي مشاركه معكم في القناه، واللي بغيتو نعاود نشاركها معكم ان شاء الله باذن الله، غير خليوها لي في الكومونتير ونعاود نشاركو معكم بالتفاصيل ديالو ان شاء الله. صافي اختي هنا غادي ندير الطبقه الاخرى ديال لاجينواز،
فهمتوا البنات؟ كما قلت لكم لا جينواز راه كتخدمي بها اختي كيف ما بغيتي، راه ما كتخسر ما والو. وغادي ندير فوق منها اختي الطبقه الاخرى كما العاده عادي. ورشوا حتى هي البنات شويه ديال داك الماء والسكر، غير هي ما تكثروش حيت ديك الفوقانيه كتكون شويه رطبه. حاولوا ما تكثروش فيها اختي الماء، غير شيشه خفيفه صافي. وهنا اختي غادا نفينيها بسباتولا عادي. المهم فينيسيون اختي ديري غير معلقه، ديري غير سباتولا ديك اللي هكا اللي هاي بحال هادي اللي هازه دابا في يديا، غادي تفيني بها. ماشي ضروري اختي هاد الموس باش كنخدم، خدمي باللي موجود عندك، ما تقيديش اختي بهذا الشيء اللي عندي. وديما اختي اول مره ملي كتصاوبي الحاجه راه ما كتجيكش مفينيه 100% كما بغيتيها، ولكن المهم الحمد لله تكون لي درتي شي حاجه بعدا. صافي اختي غادي تبات في الثلاجه. ضروري اختي الكريمه الحلوه تبات في الثلاجه باش تقدري تفينيها بخاطرك. المهم اختي انا راه عندي جوجات ماشي غير وحده، عندي جوجات اختي، وحده كبيره وحده صغيره، نفس الكريمه نفس الطريقه نفس لاجينواز اللي خدمت اختي بها هذه، غير باش ما يجيكش لا فيديو طويل. ونعاودوا نفس الطريقه، راه بحال هذيك اختي بحال هذيك، داكشي اللي درت في هذيك درته في الاخرى. عندي جوجات اختي، وحده كبيره وحده صغيره، وحده ديال الطهاره وهذه ديال عيد الميلاد. صافي البنات، ونفس الطريقه. وكما قلت لكم ما بغيتيش اختي ديري الشوكولاط ديري ليمون ديري حامض ايا كان اختي بغيتي ديريها راه ممكن ديريها. المهم بعد ما بات اختي ليله كامله في الفريغو كما قلت لكم، ضروري اختي تبات ليله كامله في الفريغو باش تقدري اختي تفينيها، اولا على القليله واحد 4 ولا 5 السوايع في الفريغو باش تفينا لك اختي مزيان. صافي كندوز كندير الكريمه. انا ما كنفينيش، غير كنبقى نحط الكريمه وندور حتى تنكمل الدوره كامله، عاد كنرجع اختي نبدا نفيني. دابا اختي ملي كملتها غادا نرجع نبدا نفيني بحال هكا كما شفتوا. وكنفيني اختي غير بالموس عادي، ماشي ضروري اختي يكون هذا الموس هو باش كنفيني انا، هو اللي كيصايب ليا الفينيسيون الصراحه. واخا تحرق ليا تما من اليد ولكن ماشي مشكل. المهم ما نفرطاش فيه حيت صراحه كيعجبني في الخدمه. صافي اختي كتبقاي تدوري شويه بشويه وانت كتفيني. كما قلت لك اختي راه ماشي ضروري يكون عندك كلشي باش انك تخدمي، راه غير بموس عادي اختي باش كتنقي الخضره تقدري تفينيها، وغير بشويه عليك دقه دقه. وكما قلت لك ماشي اول مره اختي غادي تقاد لك كما بغيتيها، ولكن المهم راك غادي تصاوبيها ان شاء الله. صافي اختي غادي نبقى ندور هكا وانا كنفيني اختي فيها بشويه بشويه حتى تقاد مزيان. راه الطريقه ساهله البنات، راه ما صعيباش. صافي اختي من بعد ما فينيتها غادي نرجع اختي للفوق. انا بالنسبه للفوق البنات ضروري غادي ندير لها شويه د الكريمه بيضاء باش يتدرج ليا داك اللون القهوي ديال الشكلاط. لحقيتيش انا بغيت ندير الكلاصاج من الفوق بالبيض. فهمتوا البنات؟ الكلاصاج بالبيض، الا اختي خويت الكلاصاج بالبيض فوق من الطبقه ديال الشكلاط ما غاديش تعطيني داك اللون الابيض اللي بغيت. نتوما اختي بغيتي ديروا الكلاصاج بالقهوي اولا بغيتي ديروه بالكراميل اولا بديري باي لون، خلي اختي غير بحال هكا. فهمتوا كيفاش؟ انا اختي محتاجه كلاصاج يكون بيض من الفوق. ضروري غادي نهز من ديك الكريمه اللي قاديت، كريمه غير عاديه البنات، غير ولا بوحدي طلعتها صافي. وغادي نحاول اختي ندهنها كامله من الفوق بحال هكا. شفتوا الطريقه البنات؟ صافي اختي غادي ندوز دابا باش نفينيها انت. المهم اختي ديري كيف ما بغيتي، اسهل طريقه اختي ممكن ديريها ديريها اللي جاتك زعما سهله. فهمتوا؟ المهم اختي الطريقه راه ساهله مهله. من بعد ما كملتها دخلت الفريغو. ضروري ندخلوا الفريغو باش ديك الطبقه الفوقانيه تجمد حتى هي، باش ملي ندير الكلاصاج اختي ما طلعش ليا ديك الكريمه. فهمتوا كيفاش؟ ندوزو اختي الكلاصاج. بالنسبه للكلاصاج عندي اختي الكريمه، كندير الكريمه دهولاله. المهم انا جاتني قليله غادي نزيد الاخرى. لحقيتاش اختي غادي ندير الكلاصاج لكلشي، بجوجات الكبيره والصغيره. فهمتوا؟ نفس الكلاصاج. عندي هنا الكريمه، غادي ندير مع اختي شويه ديال الشوكولاط ابيض. المهم القياس وصافي، انا ما كنحسبش الصراحه. نتوما اختي ديري مثلا بغيتي ديري غير ديال 5 البيضات، ديري فيها اختي 4 ديال الشوكولاتات صافي، 4 المربعات ديال الشوكولاط. غادي ندير اختي فوق البوطه. غادي ندوز هنايا عندي الماء البارد البنات، وغادي ندير فيه ورقات الجيلاتين. بالنسبه لكم نتوما اختي ديري 3 الورقات الجيلاتين، انا هنا عندي 7 الورقات ديال الجيلاتين صافي. حيت الكبيره غادي ندير فيها مثلا 4 وهاد الصغيره غادي ندير فيها 3. المهم اختي نتوما ديري اختي قياس واحد الكاس ونص ولا كاس ديال العنبه ديال الكريمه، ديري مع اختي 4 المربعات ديال الشوكولاط وديريها فوق البوطه تسخن وانت كتحركي. غادي ديري 3 الورقات الجيلاتين في الماء يكون بارد صافي البنات. وغادي نكملوا.
من بعد ما كيذوب داك الشكلاط البنات وكتسخن الكريمه بالمزيان، غادي ندوز اختي لديك الوريقات ديال الجيلاتين نعصرهم من الماء. ضروري البنات يتعصروا مزيان من الماء صافي. وغادا نديرهم اختي على ديك الكريمه باقا سخونه، راه غير كتلوحيهم البنات صافي كيذوبوا، ولكن الكريمه كما قلت لكم تكون اختي باقا سخونه. شفتوهم صافي مشاو اختي دابا. صافي اختي غادا نحرك هاد الكريمه مزيان كما قلت لكم. باش ديروا فيها اختي شي ملون اولا باش ديروا مثلا بالغوص، ديري فيها اختي ملون احمر وديري فيها شويه د نكهه الفرومبواز. بغيتي ديري اختي بالمذاق د الليمون ديري فيها شويه ديال الملون صفر اولا ليموني، وزيدي مع اختي شويه د نكهه الليمون. بغيتي ديريها اختي بهذا، بغيتي ديريها بالحامض كذلك هكا. ملي ديري فيها هذا الوريقات الجيلاتين زيدي في اختي الملون. بغيتي اختي انا بغيتها هكا بيضاء كنت ندير فيها الفاني، ولكن غادي يبدل ليا شويه اللون، غادي يعطيني داك اللون الباج. صافي ما درت لا فاني لا والو. وحاولي اختي تصفيها، ضروري تصفيها باش ما يبقاش لك فيها حتى شي حاجه. كتصفيها وتخليها حتى تدفى، ما ديريش اختي فوق من الكريمه وهي سخونه، فوق من الكيكه. المهم اختي ديري فيها هكا صبعك وما تحرككش. وملي تبغي البنات تخويوها فوق من الكيك ما تخويوهاش اختي في بلاصه واحده، حيت غادي تحفر لكم ديك البلاصه وغادي تطلع لكم الكريمه فوق من هذا الكلاصاج. فهمتوا كيفاش؟ خويا اختي وانت ما كدوريه هكا على الكيكه باش ما تحفرش لك الوسط. وإلا عندك اختي دوك الفقاعات كيطلعوا فيها الفقاعات، ديري اختي بالعود ديال السنان قبي دوك الفقاعات باش يتحيدوا. المهم اختي كملت الكيك ديالي، جات على الطريقه، جات فن البنات الصراحه، جات واعره. تزيين اختي كيبقى اختياري، زينيها باش ما بغيتي. المهم اختي زينه كما قلت لكم باش ما بغيتو البنات، راه ساهله اختي ماهله ما صعيباش. سوقي اختي بالشكلاط، زوقيها بالورد، كتبي فيها شي حاجه ما بغيتيش كتبي. المهم اختي انا غادي نشارك معكم الكبيره حتى هي كيفاش جات، ونتمنى اختي لا فيديو يعجبك. ها انت اختي الكبيره كما قلت لكم ديال الطهاره، وفي اختي بزاف الفينيسيون وفيها الخدمه، داكشي علاش ما شاركتش معكم كلشي حيت ما عنديش الوقت باش نصور كلشي. المهم بالنسبه لديال الطهاره اختي هذه هي الطريقه الشكل ديالها، جات الصراحه واعره وعجبت الناس. وهذا الشيء اللي كاين اختي. بالنسبه للبنات اللي كيطلبوا من اختي الطريقه ديال الكيكه اولا ديال حلوه لاكريم راس العام، انا اختي شاركت معكم الطريقه بالتفاصيل ديالها. نتمنى البنات تكون عجبتكم ونكون وصلت لكم فكره بابسط حاجه. وهذا الشيء اللي كاين اختي. وشكرا لكم بزاف بزاف البنات اللي ما كينساوش لي اختي لي لايك، الله يجعل اختي في ميزان حسن. المهم اختي بالنسبه للبنات اللي كيطلبوا مني ديما اختي الطريقه ديال حلوه لاكريم او الطريقه ديال هذا ديال حلوه المناسبات، راني شاركتها معكم اختي ديال راس العام كما طلبتوا مني. وشكرا لكم البنات بزاف بزاف، وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. خليت لكم راحه الله البنات، بسلام عليكم.